صباح الخير. سؤال اليوم بيتكلم عن جزئين. أول جزء فيهم بيقول إيه الفرق بين الدمج والحرمان البيئي؟ لو هنصنف كل حاجة منهم هتبقى حاجة تانية خالص. بس سهلين، لأن في ولية أمر بتسأل أنا مش فاهمة دول بيعملوا إيه، وعايز أفهم إيه الصح والغلط، وعايز أعرف إيه الفرق بينهم. طيب بص يا ست الكل، الحرمان البيئي بيتقسم لكذا حاجة مع بعض. عبارة عن إيه؟ إن الطفل ما عندوش تفاعل اجتماعي مع أطفال تانية في حتة تانية. يعني الطفل دايما معاه قاعد في البيت، لا بيخرج ولا بيروح ولا بيجي، دايما منحصر في الشاشات، ودايما بيتفرج على كرتون، بيتفرج على فيديوهات، ومفيش تفاعل. هنا حاصله اللغويه بتاعته قليله، هنا نفس القصه الكلام عنده قليل. هنا بقى بيجي منه المشكله الكبيره والنصيبه اللي هو التاخر اللغوي، اللي احنا دايما بنشتكي منه. ابن ما بيتكلمش، ابن ما بيردش، ابن ما بيسالش، ابن ما بيعبرش، واسئله كتير من دي بتيجي. طيب ايه تاني؟ مش بيلعب العاب تعليميه زي ايه؟ زي البازل، زي الفك والتركيب، زي العاب التنبيه والتركيز والادراك مثلا منها، وزي حاجات كتيره. وفي منها حاجات تانية برضه، ان مفيش حضانه، مفيش مدرسه، مفيش تفاعل اجتماعي مع ناس تانية، ما بيخرجش يلعب مع اطفال، دايما قاعد في البيت. حتى الام والاب ما بيحاولوش يتواصلوا معاه. الولد قليل كلامه. هنا بيجي منها حته حرمان بيئي او التاخر اللغوي. ومنها حاجات كتيره، مفيش مهارات اجتماعيه، ما بيعرفش يتحرك، يعني بيبقى في حاجات كتيره، تقصير من حاجات كتيره قوي. طالما ان البق ما اشتغلش وبيبقى في مشاكل في الجزء ده، لانه ما بيتفعلش، ما بيتكلمش. فهنا طبعا ايه؟ لما يجي حد يساله اسمك ايه مش هيرد، لان هنا ما فيش معلومات. طب الحل؟ الحل هنا لازم يبقى فيه تفاعل، لازم الطفل ينزل، لازم الناس تتكلم معاه، لازم اهله يعلموه حاجات كتير، لازم يتفاعلوا معاه بالكروت، بالصور، بالحاجات الطبيعيه. لازم الطفل يتكلم. يتكلم يعني يتكلم عشان يعرف يعبر. طيب يجي هنا بقى حته الدمج. الدمج ايه هنا؟ في ناس كتيره مش عارفه يعني ايه دمج، فبتقول ايه؟ طب انا ابني دلوقتي طلبوا منه ان هو يبقى دمج. طيب الدمج ده حضرتك بيبقى زي صعوبات التعلم، التوحد، الاعاقات الذهنيه البسيطه، الطفل اللي هو ما بيتفاعلش مع حد. الحاجات دي برضو بتبقى مطلوب منهم لما بيعملوا اختبار ذكاء بيقل نسبه ذكائه عن ال 86. فبيضطر، او 87، بيضطر ان هم يعملوا ايه؟ يقول لك ده صعوبات تعلم. لو هو بقى صعب قوي يقول لك ده محتاج شاتو تيتشر، اللي هو يحتاج مدرس معاه يساعده في القرايه، في الكتابه، في الحساب، في التنبيه، في حاجات كتيره. الشادو ده عباره عن مدرس بيبقى لازق للطفل زي ظله،